أكتر 3 مدن غيروا لي حياتي بعد زيارتي ل 66 مدينة. تعالوا أخبركم مين أحلى 3 مدن. أنا كمسافر عطول بقول مدن إلها روح، تحس حالك تعرفت على حدا. المدينة رقم 3 إشبيليا بإسبانيا، وقت وصلت على إشبيليا حسيت إني تركت العصر اللي عايشين فيه ودخلت على صفحات من كتب الخيال. الجمال الأندلسي، طيبة الناس والأكل، كل شي فيه خيالي. كنت ماشي بالشوارع وعم أقول لحالي أنا ما بقى بهالعصر، أنا بالعصر الأندلسي. المدينة رقم 2 هي البندقية إيطاليا. البندقية بالنسبة لي مثل قصة طالعة من فيلم ديزني. ما استوعبت كيف في مدينة كاملة ما فيها ولا سيارة، ما فيها ولا شحن، ما فيها ولا شارع، كل شي مي وجسور وزوارق، كل زاوية بتحسها لوحة فنية. حتى أنا كمهندس غيرت لي طريقة تفكيري، كيف قدروا يبنوا كل هالشي بالمي، خلتني آمن إنه ما في شي مستحيل. والمدينة رقم 1 مع إنه كتير زاير عواصم، أنا زرت باريس، زرت أمستردام، زرت برلين، وزرت لندن، وما تركت عاصمة ما زرتها. بس هالمدينة هي اسطنبول بتركيا. هي المدينة غيرتني للأبد. المزيج الموجود فيها بين الشرق والغرب، بين التاريخ والحداثة، شي عن جد بخليك تحس بعظمة المكان. قصور السلاطين اللي زلتها هنيك شي ما بالعقل. أجمل أشياء شفتها بكل عمري هي كانت قصور السلاطين. كل شي فيها بيحكي قصة. قديش سافرت وشفت بس مثل اسطنبول ما شفت بحياتي، وبصراحة بفكر يوم من الأيام أسكن فيها قد ما حبيتها. كل مدينة منهم تركت شي جواتي، وهي كانت أكتر 3 مدن تركت بصمة بسفراتي كلها. اكتبوا لي بالتعليقات شو أكتر مدينة تركت أثر بحياتكم، وتابعوني لأنه الفيديو الجاي رح يكون عن 3 مدن مستحيل أرجع زورهم بعمري.